الله أكبر يا شيخ فيك في أذان الظهر دي. الله أكبر وحسب الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ في أذان الظهر دي. وسو يا سو أبو العدس حبسوه، يعني على أساس حررت القدس، يعني على أساس إنك أنت حررت سينا مثلا، على أساس إنك أنت حاربت في 73. الله أكبر فيك يا شيخ في الظهر اللي معايا الدين دي. الله أكبر، وكلمة الله أكبر مرتفعة لرب العالمين، ورافعين أكف الضراعة للسماء يا شيخ إنه ينتقم منك ربني. عاوز تفتن الناس وعاوز تخرب البيوت وعاوز الشهر بعرض الولاي. حسب الله ونعم الوكيل فيك في أذان الظهر دي. يعني حررت انت 73، حررت القدس، حررت فلسطين مثلا، حررت مثلا، حاربت في 6 اكتوبر، مسكت المدفع وضربت لك مليون اسرائيلي مثلا، ولا ضربت لك 2 3 اسرائيليين. يا ابن الردي يا رخيص، يا ابن الردي اللي ملكش مله ولا دين، احترم نفسك وخليك عندك مبدأ وخليك عندك كرامه. كيف الناس كانت هتطلع انت، وكنت الناس دي في مجلس الشعب دي اللي كنت مترشح له، كانت الناس كيف هتدعمك وتوقف معاك؟ علي بجميع الديانة الناس اللي كانت هتوقف معاك دي لا عندها مبدأ ولا كرامة. والله وبالله طالما تبعوك لانك انت مرشح باسم الشعب، مرشح باسم الشعب، كنت هتقعد على كرسي. المفروض تحترم، تبقى عندك رجولي، تبقى عندك انك يا جماعة وتطلع تعتذر. الاعتذار شمات الرجال، الاعتذار شمات الرجال. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا رخيص. حسب الله ونعم الوكيل. كل ما تطلع لنا في فرح تقول سو يا سو ابو العدس حبسوه، يعني على اساس انت حررت فلسطين، على اساس انت حاربت في 6 اكتوبر، موت لك 2 3 ضباط اسرائيليين او 3 4 عساكر اسرائيليين، ولا على اساس انت حاربت في 73 كنت ماسك المدفع، كنت ماسك مدفع رمضان ومع تقول ده انا ضربت ل 2 3 اسرائيليين. يا راجل عيب عليك، خلي عندك مبدأ وكرامة. ده انت كنت هتمسك وكنت على رأيه لما ناجح ولا شايف النجاح، زي ما قالوا لك انت ناجح يا ابو العدس، يعني نجحت على الطلاق ما كنت هتنجح ولا تشوفها، لانه في فلاحط في مركزك، سواء من عرب، سواء من هوارة، سواء من اي جنسية، كل المركز ليه كل الاحترام والتقدير. هتروح فين وسط الاسود يا نمرود؟ هتروح فين وسط الاسود يا معلش هنطق عليك اقول لك ايه بس، ولكن حسب الله ونعم الوكيل فيك في أذان الظهر دي. حسب الله ونعم الوكيل، ومش هسيبك والله، ما هحلك والله، ما هحلك ولا هسيبك. شفت؟